صباح الخير عليكم. النهارده هنعمل مع بعض كحك العيد بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش تاخد في ايدينا وقت خالص. وطبعا يعني عايزه اقول لكم شكله تحفه جدا وطعمه كان اجمد بكتير. تعالوا اقول لكم بقى هنعمله بطريقه سهله ازاي. اول حاجه هنحتاج 2 كيلو من الدقيق. طبعا دي بتبقى على حسب الرغبه بقى، كل واحد يحط ايه الدقيق اللي هو عايزه، الكميه اللي هو عايزها طبعا يعملها. هنحط على 2 كيلو دقيق 4 معالق من السكر البودر. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلب بقى السكر البودر ده كده كويس، وننزل بقى بالسمنة السخنة بتاعتنا، نكون مسيحينها، تكون سمنة بلدي نوع نضيف علشان طعم الكحك يبقى حلو. طول ما احنا بنستخدم خامات كويسة هيطلع معانا النتيجة تحفة جدا. بعد ما نزلنا السمنة بتاعتنا نبدأ ان احنا نبسس الدقيق مع السمنة كده زي ما انتم شايفين بالمعلقة الاول، طبعا عشان السمنة هتكون سخنة. وبعد كده نبدأ ان احنا نعمل بايدينا. وطبعا عايزه اقول لكم ان مرحله التبسيس دي اهم مرحله في الكحك، لازم نبسس الدقيق كويس قوي مع السمنه. زي ما انتم شايفين كده بنبدا ان احنا بايدينا الاتنين نعجنه كويس او نبسسه يعني. وزي ما انتم شايفين كده لغايه ما يبقى كل الدقيق شرب السمنه بطريقه كويسه. وبعد كده هنحتاج كوبايه ميه على كوبايه لبن. وبعد كده هنبدأ ان احنا نعمل خميرة معلقة سكر على 2 باكو من الخميرة الفورية ونص معلقة من البيكنج باودر. وبعد كده هنبدأ ان احنا نحط مية، نص كوباية مية. وبعد كده نقلب بقى كل ده كده مع بعضه، ونبدأ ان احنا نعجن بيه العجينة بتاعتنا. وبعد كده بنحط برضو اللبن والمية اللي احنا حضرناهم واحدة واحدة. وبعد كده نبدأ ان احنا نعجن. وطبعا ما ننساش بقى المحلب، ده اساس الكحك طبعا، معلقة كده كبيرة من المحلب. ونبدأ بقى ان احنا نعجن كويس، والفترة يعني حوالي 5 دقايق كده. الموضوع سهل جدا، بس المهم ان احنا نخدم العجينة بتاعتنا بتاعة الكحك عشان تطلع كويس. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله العجينة كانت طرية جدا. دلوقتي هنبدأ ان احنا نجيب كيس ونحط فيه العجينة ونقفله عليه عشان العجينة ما تنشفش مننا طول ما احنا بنحشي الكحك، لان طبعا حشوة الكحك بتاخد وقت شوية. حشوة الكحك بقى كل واحد بيحشيها اللي هو عايزه، ممكن مكسرات وملبن، ممكن عجوة. طبعا الملبن بنجيب الملبن بتاعنا ونحط عليه شوية سمنة ونبدأ ان احنا نعجنوه كده. وبعد كده نقطعوه بقى على قد حجم الكحكية. انا بحب اعمل كحك صغير فبنقطع الملبن صغنن كده. بس فبصراحة الحشوة بتاعة الملبن والمكسرات بتبقى تحفة جدا، وطبعا العجوة بتبقى جميلة. بدأنا دلوقتي نحشي الكحك بتاعنا. أول حاجة بنبدأ ان احنا نكور العجينة كده كرة صغيرة، وبعد كده نبدأ ان احنا نحشيها للملبن، وبعد كده المكسرات أي نوع مكسرات بقى. وبعد كده نقفل كويس قوي العجينة عشان الملبن ما يبقاش ظاهر وينشف جوه الفرن. وبعد كده بنقفل كويس وننقش بقى. يعني النقش ده طبعا بقى يعني برضو على حسب الرغبة، كل واحد بيعمل رسمة اللي هو عايزها. وبالمنقاش الموضوع سهل جدا ومش بياخد في ايدينا وقت خالص. وزي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا اول صاج، وهنبدأ ان احنا ندخلوه على درجة حرارة متوسطة في الفرن، ومش بياخد وقت خالص في الفرن يعني. وزي ما انتم شايفين كده النتيجة كانت تحفة جدا. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل صفاتي انا في المطبخ. باي باي.